دموع الفرح، دموع الانتصار. آه آه آه. هنا سأقف قليلا احتراما وتقديرا وحبا لمنتخب المغرب، أسود الأطرس الرجالة. اضحك يا بقي. أنا وعدت ووفيت. أنا بتحدى في اللايف ده هيوصل 500,000 لايك دعما وحبا لموحى اليتيم اللي بيحب المغرب بقوة. قلت لكم محدش هيقدر عن المغرب، كدبتوني. قلت لكم محدش هيقدر يجيب جون في المغرب، برضو كدبتوني. النهارده ربنا بينصرني. الله يرحمك يا امي، انت اكيد مبسوطه مني دلوقتي. انا عايز اوصل رساله لميسي، لكريستيانو، لمبابي، لنيمار. اتفرجتوا عن المغرب ولا لسه؟ عايز اوصل رساله للشوالي، لحفيظ دراجي، لرؤوف خليف، لخليل البلوشي. اتفرجتوا عن المغرب ولا لسه؟ بوصل رسالة لكل العالم، للبرازيل، لألمانيا، للأرجنتين، لكل العالم. اتفرجتوا عن المغرب ولا لسه؟ منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي يكسب اسبانيا ويصعد الى ربع النهائي في مقابلة انجلترا. انجلترا تخاف من المغرب. عايز اوصل رسائل كتير من خلال حضراتكم، عايز اقول كلام كتير. محدش يسيب اللايف. اللايف هيعلى 4000 في اللايف. لسه الكلام كتير يا شعب المغرب. الكل يقول احنا بنتشرف من المغرب. والله العظيم، والله العظيم أسود الأطلس يفعلوا إنجاز تاريخي عالمي. أنا قلت لكم المغرب هتاخد كأس العالم، مش مصدقني. نتحد بقى مرة واحدة يا خليل البلوشي، رؤوف خليل، كل المعلقين وكل اليوتيوبرات. جه الوقت اللي نقول العرب يقدروا ياخدوا كأس العالم، يقدروا يكسبوا البرازيل، يقدروا يكسبوا فرنسا. اسبانيا عملت ايه مع المانيا؟ خرجتها، والنهارده المغرب بتخرج اسبانيا. اليابان عملت ايه مع المانيا؟ عملت ايه مع اسبانيا؟ وفي الاخر خرجوا، وبقى البطل المغرب اسود الاطرس. النهارده انا عايز احيي اشرف حكيمي، نجم المباراه اللي ما بخلش بعرق. يا اشرف يا حكيمي، هيوصل لك الكلام دوت. انت كنت راجل، كنت مبدع، كنت فخر لكل العرب. النهارده 90 دقيقة، بل 90 دقيقة و120 في 120 شوط اضافيين. رجالة المغرب اسود الاطرس كانوا رجالة. الجمهور المغربي اللي كان في المدرجات الساعة الكاملة منعوا التذاكر، منعوا كل شيء عشان صعود الأسبان. لكن ربنا ثم منتخب المغرب والرجالة كان عندهم رأي تاني. أنا بوصل رسالة لكل المنتقدين، لكل الحاقدين، لكل إنسان لسه ما اعترفش بالمنتخب المغربي. شفت النهارده المغرب عملت ايه؟ اوعى تقول دفعت قدام اسبانيا. منتخب المغرب عمل اللي محدش قدر يعمله. وليد الركراكي فاز بحب كل العرب. ابو تريكة بيتغنى، والشعب المغربي بيتغنى، وانا بتغنى وبطلب من الشعب المغربي يوصل اللايف ده ل500,000 لايك عشان الله يرحمها تفرح بابنها الناجح. وربنا يرحمك يا امي، اللي انت اكيد فخورة بيا دلوقتي عشان انا اتهاجمت بامي واتشتمت. ودعوات اليتيم، دعمات اليتيم
بتصل الى الله. دعيت من قلبي عشان هم رجاله. منتخب المغرب اللي حرج بلجيكا المصنف الثاني. منتخب المغرب اللي كسب كندا. عارفين يا جماعه منتخب المغرب كسب مين؟ منتخب المغرب قدر على مودريتش، كرواتيا، هازارد، دي بروين، كورتوا، لوكاكو في بلجيكا. وكندا ما قدر عليها. والنهارده اسبانيا، اسنيسيوس اين انت؟ ما بيردش. بوسكيتس اين انت؟ ما بيردش. حتى جورجي ألبا النهارده. لويس مدرب اسبانيا اين انت؟ اين الوطن العربي؟ اين العالم اللي مفروض يقف احترام وتقدير وحب وعشق لمنتخب المغرب؟ حاربتوه، هدمتوه، سكتوا صوته، منعتوا جمهوره، لكن الله وكل العرب، مصر، المغرب، تونس، فلسطين، الجزائر، كل الشعوب العربية قالت يا رب يا عالي انصر المغرب الغالي. المغرب هتفوز بكأس العالم. الحلم مش مستحيل. اوعى تقول فين الأداء. امسك الكورة العب 100 دقيقة، ولكن في الآخر انت بره. عملت ايه الفرق الكبيرة اللي استحوذوا؟ النهارده وليد الركراكي بيسيطر على التدريب العربي، بيقول لمصر بلدي، وبيقول له تونس والجزائر والكل العرب اتعلموا يعني ايه منتخب عربي يبقى فخر لكل العرب بجد. منتخب عربي النهارده بل هو العالمي، لعب واداء وتكتيك. انا مش هسكت، هتكلم للمليون والتريليون. منتخب المغرب اسود الاطرس بوليد الركراكي قدر يفوز على اسبانيا بخطة محنكة. تعال اقول لك اسبانيا ضيعت ازاي. تعال اقول لك منتخب المغرب ضيع قد ايه النهارده يوسف النسيري ضيع. النهارده وليد شديدة، النهارده وليد المهاجم ضيع هجمتين وانفرادين. عشان الناس تقول المغرب عملت ايه؟ المغرب ضيعت انفرادات واهداف حقيقية. النهارده حكيم زياش ضيع، ده معناه انتصار. النهارده انفنتينو، يا انفنتينو يا رئيس الفيفا، شفت المغرب؟ كان النهارده انفنتينو في المستاد وبيشوف المغرب وبينبهر. ايوه، اعرفوا المغرب مين، اعرفوا العرب مين. هما صوتنا، فخرنا، عزنا. يا شعب المغرب، يا كل العرب، كلنا معكم. خلاص بقينا كلنا المغرب. انا مغربي وانت مغربي وكلنا المغرب، لانها بتلعب باسم كل العرب. انجلترا تخاف من المغرب. الى النهائي يا مغرب، الى النهائي. تلعبوا البرازيل، تلعبوا فرنسا، تلعبوا الارجنتين، تلعبوا اي شخص، ما بنخافش ولا هنخاف. نحن المغرب، نحن العرب، نحن وليد الركراكي، نحن الجمهور، نحن صوت العرب. ربنا نصرنا بفضل المغرب. كلنا بقينا فخورين. افتخر يا سعودية، افتخر يا قطر، افتخر يا مصر، افتخر يا تونس، افتخر يا جزائر، لان المغرب بيمثلكم، لاننا اللي فزنا باسم المغرب. هنحقق الانجاز التاريخي وهنوصل للنهائي ونفوز بكأس العالم. الحلم مش بعيد. نفوق ونعرف ان عندنا منتخب عالمي، عندنا رجالة. تحدي واللي بيتحدى الشعب المغربي ما بيخسرش. حلم عمري انا موحى اليتيم، ودعواتي
الى الله ان اللايف ده يوصل 500,000 لايك. كل اللي موجودين يعملوا لايكات وقولوا موحى بيطلب 500,000 لايك، لان اللايف يخش في اكبر تفاعل في العالم. اقدر بفضل ربنا ثم الشعب المغربي وصلوني ل500,000 لايك. شيروا على التيك توك، على اليوتيوب، على الفيسبوك، في الصفحات، في البيجات، في كل حتة تعرفوها. قولوا لهم موحى اليتيم اللي تهاجم بأمه وأبوه من أجل حبه للمغرب بيطلب دعم المغرب، لأني أتمنى يصل لكل مغربي، لكل أخت فاضلة، لكل أخ، لكل أب، لكل رجل، لكل بنت، لكل الناس. نفسي الحلم يتحقق ونصل إلى 500,000 لايك. ده حلم حياتي وحلم عمري، وإن شاء الله ربنا هينصرني تاني، وهبقى معاكم تاني، وهنتابع تاني وتالت ورابع حتى نرفع كأس العالم. بس لما نرفع كأس العالم هكون معاكم في المغرب، هكون موجود في المغرب في بيت كل شخص، والف في المغرب ومعايا كأس العالم، واقول موحى المصري اللي قال لكل العالم المغرب هتقدر تفوز. هقول لكل العالم انا في المغرب ومعايا الانتصار، وهقول لهم ربنا نصرني ونصرك، ومعنا كاس العالم، وانا موجود في المغرب ان شاء الله. والحلم قريب، الحلم قريب. فرحان ومبسوط، فخور ومنتصر بالمغرب الرجالة، أداء وتكتيك وكل شيء. انتظروني في المغرب بكأس العالم. اضحك يا بقي اضحك يا حنكي اضحك يا خشمي. سلام عليكم.